الفل لو انت بتشوفيني بالليل، ويا صباح الجمال لو انت بتشوفيني بالنهار. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان على الابواب، بفكركم كل مره. عايزه كده بصوا اعيد عليكم طول الوقت. طبعا اول حاجه كده زي ما متعودين معايا كل فيديو، ما ننساش نصلي على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، طبعا عشان ناخد كلنا كده حسنات. ويلا بينا بقى نشوف فيديو النهارده كده بيتكلم عن ايه. النهارده كده الحمد لله الحمد لله قدرت ان انا اكمل خزين رمضان، كملته للنهايه. طبعا الحاجات دي كلها ما بتجيش مره واحده، يعني عشان ما حدش يضحك عليكم ويقول لكم انزلنا وجبنا السوبر ماركت كله في ايدينا واحنا جايين. فكل ده طبعا ما بيجيش مره واحده، يعني معظم اليوتيوبرات كده عشان تبقوا عارفين حاجه زي كده. الحاجه بتيجي واحده واحده. كل ما تنزلي السوق، كل ما تنزلي تشتري طلبات من السوبر ماركت هتشتري ايه حاجه كده زياده. انا كنت بعمل كده طبعا زي ما انتم شايفين الحاجات اللي انا عرضتها معاكم في الاول دي انا كنت جايباها من بدري، وكنت عرضها معاكم في حاجات كتير ما عرضتهاش. وده كيس دقيق تاني انا كنت جايبه واحد ووريته لكم، بس فتحته وجبت واحد مكانه. فطبعا الحاجات دي كلها ما بتجيش مره واحده. اكون كدابه يعني عليكم اللي قلت لكم نزلت جبتها كلها مره واحده. الحاجات دي جت على 3 4 مرات تقريبا او 5 مرات كمان. كنت كل ما بنزل معايا فلوس زياده ان شاء الله حتى لو 50 جنيه، كنت بشغلها كده معايا واجيب بيها اي حاجه هستفاد بيها. يعني علبه الماجي دلوقتي ب45، فال50 جنيه دي هتعمل معاكي مصلحه كمان. بس كده كنت عايزه يعني اقول لكم على النقطه دي، علشان في ناس كتير بتحسب اللي انت مثلا هتنزلي لازم تضغطي نفسك ولازم تجيبي حاجتك كلها مره واحده، وتزنقي نفسك وتزنقي بيتك والمصاريف والكلام ده كله. فحبيت بقى اقول لكم ايه ان هي يعني ايه بتيجي على كذا مره يعني. فالحمد لله بقى انا قفلت كده الحاجات دي كلها، وما بقاش ناقصني حاجه. يعني ممكن حتى لو ناقصني حاجه كده تبقى حاجه بسيطه، ومع الوقت ايه انا هفتكرها وانزل اجيبها على طول. وطبعا يعني بفكركم ان رمضان طبعا مش شهر اكل والكلام ده كله وتفريزات، واحنا بس بنعمل كل الحاجات دي عشان نقلل وقتنا ووقفتنا في المطبخ في رمضان، وما يبقاش في عبء علينا كبير قوي. وكمان في ستات كتير بتشتغل، يعني كتير جدا، يمكن القليل هو بس اللي قاعد في البيت. فطبعا الحاجات دي بتنفعهم جدا، اللي تكون كل حاجه متوفره في البيت، ما يضيعوش وقت مثلا وهم راجعين من الشغل يجيبوا طلبات، او ما يضيعوش وقت يقعدوا يفصصوا بسله يقطعوا فاصوليا الكلام ده كله. هتبقى كل حاجه يعني جاهزة عندهم في الفريزر على طول. فطبعا الحاجات دي كلها بنعملها هنا عشان كده. بس وكمان بقى عايزه اقول لكم انا جبت الحمد لله زيت تاني، كان عندي ازازتين، وجبت بقى زيت تاني سايب. وبصراحه مش انا اللي جبت الزيت السايب محمد، مع ان هي يعني مش ارخص ولا حاجه. بالعكس يعني هو بيبهدل الدنيا لما بقعد احطه في ازاز والكلام ده. بس يعني فهمته كده وقلت بعد كده ايه نجيب ازاز على طول. كيلو الزيت عامل اللهم صل على النبي عامل 70 جنيه، واكيد هيغلى تاني اكيد يعني. وكيلو السمنه عامل 100 جنيه. انا كنت بجيب الازازه اللي انا وريتها لكم دي الفيديو اللي فات بتاع خزين رمضان، كنت جايبها ب55. ففرق مش كبير يعني، هي دوبك انا مليت الازازه واتبقى شويه حطيتهم في الطاسه بس. فالفرق مش كبير يعني، فرق ال15 جنيه زياده دول هم شويه اللي اتبقوا معايا وحطيتهم في الطاسه. فطبعا الازايز انضف واحلى ونظافه يعني، فاهمين؟ اللي هو مفيش بهدله ولا حاجه. دول بقى اللي كانوا عندي الاول. والزيت السيب ده هو ده اللي انا لسه جايباه، الكيلو عامل 70 والسمنه عامله 100 جنيه. طبعا كيس الدقيق ده زي ما قلت لكم بصراحه طلع حلو قوي يعني، ونضيف من جوه، مش محتاج نخل كتير ولا الكلام ده. وضمناه يعني اللي هو ايه مغلف كده. بحب بصراحه الاكياس دي عن السايب. الكيس منه كان عامل 22. ودي بقى الكيكه اللي انا جبتها معاكم الفيديو اللي فات برضو. بص انا لسه محافظه عليها علشان انا زي ما قلت لكم اشيلها رمضان ومش عاملها، يعني دي حاجات كده بتيجي كل فين وفين. والحمد لله صلحت الفرن، فايه نقضيها بقى ايه حلويات مع بعض الفتره الجايه. جبت كمان علبه ماجي، انا طبعا كنت جايبه معاكم علبه قبل كده بس طبعا اتفتحت يعني. جبت بقى واحده مكانها اشيلها. بصوا في حاجات استخدمتها وجبت مكانها، وفي حاجات زي ما هي. بس المعظم يعني الحاجات زي ما هي بصراحه قلت احافظ عليها. وكنت مثلا لو انا جايبه مثلا كيسين مكرونه هستخدمهم، آه كنت ممكن اشيل واحد واخلي واحد، فاهمين اقصد ايه؟ اللي هو بشيل حاجه واخلي حاجه عشان برضو ما نضغطش نفسنا في دخلة رمضان. وطبعا لسه عايزين بقى ننزل نجيب زينة رمضان، ولسه قدامنا لبس العيد في رمضان. بص رمضان ده شامل حاجات كتير قوي، فعشان كده بقى بنحاول نخفف العبء علينا شويه. جبت كمان بطرمانين صلصه، وطبعا هتقولوا لي ما انت هتجيبي طماطم وتفرزيها لرمضان وكده، بس مش عارفه بقى احنا كنا جبنا الصلصه قبليها. وساعات كمان ببقى يعني محتاجه كده حاجه منجزه كده اعملها في السريع، كيس مكرونه صغير للعيال
العيال. هعمل مثلا شويه طبيخ صغننين خالص، هاخد مع كام معلقه صلصه. فبصراحه بطرمانات الصلصه دي تنفعني في كده يعني. وبصراحه عمتي ربنا يخليها لي يا رب كانت قايله لي على طريقه الصلصه العلب زي كده اللي هي المعلبه. بس انا تقريبا نسيتها، مش فاكره الطريقه، فقلت لما اروح هبقى اعرف منها الطريقه تاني واعملها بقى. وكمان عندي مشكله في البطرمانات دي، عندي مشكله، فقلت استنى اجمع كام بطرمان عشان لما اعمل كده اعمل كام بطرمان حلوين يقعدوا معايا. هي بتعملها زي المعلبه دي بالظبط، بتبقى معجون الطماطم بالظبط. بصوا بتبقى بصراحه حلوه قوي، شفتها عندها كذا مره وقالت لي على الطريقه بس انا نسيتها. فانا هعمل الطريقه التقليديه بتاعتي، ولما اروح بقى هبقى اعرف منها ايه طريقه العلب دي. جبنا كمان مكرونه، جبت بقى مكرونه قلم، عشان طبعا المكرونه البشاميل اللي انا ما بستغناش عنها طول رمضان، يمكن ممكن اعملها كده مره في الاسبوع. وكمان جبت مكرونه سباكيتي، ودي يعني اكتر نوع مالك والعيال، مالك وقصدي محمد والعيال بيحبوها، يعني محمد ومالك والسندة دي اكتر نوع بيحبوها. فجبت كمان 2 كيلو من دي و2 كيلو من دي. بس كده بقى ايه، ده اول جزء من الحاجات اللي انا جبتها. عايزه اقول لكم لسه ايه بقيه المشتريات. جبت بقى شويه توابل كده حلوين علشان ايه يكفوني شهر شعبان، يعني قدامنا لسه اسبوعين في شهر شعبان او 3 اسابيع وشهر رمضان، فان شاء الله يكفوني. ولو احتجت بقى يعني على قبل العيد كده نبقى نجيب، بس باذن الله كمان يعني يقعدوا معايا الشهرين دول كاملين. فجبت بقى شويه توابل كده اوريه لكم بعدين. جبت كمان هنا يعني حطيتهم كده، قلت اوريكم الاساسيات الاول. جبت كمان لوبيا، اللوبيا اللي هي الماين سودا دي. جبت كيلو. انا بصراحه لو انا اللي نزلت كنت هجيب نص كيلو بامانه ربنا، بس محمد هو اللي كان جايب لنا يعني معظم الطلبات دي، فجاب لنا ايه كيلو نصين. بصراحة انا مش عندي علب تخزين، ودي اكتر حاجة ناقصاني في المطبخ. فعايزة باذن الله لما انزل اجيب طقم على بعضه، او حتى اجيب علبة في علبتين كده يعني، احط بقى فيها اللوبيا والمكرونات والفاصوليا والكلام ده كله. وده طبعا رز بسمتي، ده انا كنت برضو جايباه معاكم الفيديو اللي فات، وده كمان مش بقدر استغنى عنه. باذن الله هنزل اجيب كمان كيلو قبل رمضان، لاني احنا عملنا منه نص كيلو امبارح تقريبا، فكده عندي نص كيلو بس. فهنزل كمان اجيب كمان كيلو اشيله. ده كمان كنت جايباه معاكم المره اللي فاتت عدس بجبه وعدس اصفر، كنت جايبه نص كيلو ونص كيلو. طبعا العدس عشان لو وزن ايه نعمل مثلا شوربه عدس او رز بعدس مثلا وجنبه بيض مسلوق بطاطس محمره شويه سلطه، لو رز بعدس اللي هو الكشري الاسكندراني يعني، اكيد ناس كتير عارفاه. والعدس بجبه قلت عشان لو عايزين نعمل في يوم كشري اللي هو المصري. جبت كمان اللهم صل على النبي، جبت كمان نص كيلو فاصوليا، ودي انا كنت جايباها قبل كده زي ما قلت لكم، النص منها ب30. اللوبيا بقى النص منها ب40. اللوبيا اغلى، في ناس بتبيعها ب80، وفي ناس كمان بتبيعها ب90، فعلى حسب بقى المكان عندك، كمثلا منطقة شعبية منطقة راقية كده، الأسعار بتختلف من مكان لمكان، وبتبقى نفس المنتج ونفس كل حاجة. وطبعا عايزة أفكركم بحاجة مهمة قوي، إن أنا منزلتش سوبر ماركت كبير. السوبر ماركتات الكبيرة معظمها بتبقى أغلى شوية، حتى لو أغلى جنيه أو 2 جنيه فهيفرقوا معاكي لما تجيبي كذا حاجة. يعني انت ممكن هتوفري من كل حاجة جنيه، فهتجيبي لك كيس مكرونة زيادة، هتجيبي لك مثلا كيلو مكرونه، كيلو رز، هجيبي اي حاجه بهم زياده يعني من الحاجات السايبه. والمنتجات السايبه على فكره معظمها حلوه، معظمها شركات دلوقتي يعني كويسه. يعني مثلا المكرونه بساطه دي انا بجيبها على طول سايبه، ما في منها برضو اكياس، بس الكيلو السايب بحسه اكتر من الكيلو اللي اكياس، مش عارفه ليه. يعني بحسهم في الكيس منقصين مثلا 100 جرام ولا حاجه، فانا اولى بيه. ده غير طبعا اللي هما بيبقوا مغلينها جنيه او 2 جنيه. فطبعا لما اجيب سايب اوفر لي ونفس المنتج اللي انا بجيبه، فاهمين قصدي ايه؟ يعني بقى جبت كزبره، وجبت كمان اللهم صل على النبي كمون، ودول بقى ايه حوالي ب30 جنيه كده، فهيقعدوا معايا فتره برضو طويله. وزي ما انتوا شايفين الكيس ما شاء الله مليان، يمكن كمان في الكاميرا كده مش باين قوي. جبت كمان ده كزبره، وده اللي في ايدي ده الكمون، انا كنت متلخبطه ما بينهم، بس عرفت ان اللي في ايدي على الشمال ده الكزبره وده الكمون. فبرضو ده ب30 تقريبا وده ب30. وجبت كمان اللهم صل على النبي فلفل اسود، وده 8 كيلو تقريبا. الكيلو عامل اللهم صل على النبي تقريبا عامل 400 جنيه تقريبا، يعني التمن عامل 50 جنيه. بس جبنا برضو تمن كده، وان شاء الله برضو يقعد معايا فترة حلوة يعني، مش هجيب تاني في رمضان. وجبت كمان بهارات كبسة، كنت قايله لكم المره اللي فاتت اللي انا نسيت اجيب بهارات الكبسة علشان الرز البسمتي، بس محمد جاب لنا بقى كميه بصراحه مش عارفه اجيب كام، بس قولوا ممكن تعمل مثلا 30 40 حاجه زي كده. هو في كتقل يعني تحسها 8 كيلو.
تقريبا 8 كيلو، او ريحتها هي بهارات كبسة، كنت بتأكد من الريحة بتاعتها. وجبت كمان اللهم صل على النبي، بصوا انا ما بحبش الشطة خالص خالص، بس ساعات اجي اكل كشري اكون نفسي رايحه للكشري بشطه، فقلت له جيب لنا شطه، عشان كده جبت بابريكا وجبت شطه. البابريكا دي اساسي معايا علشان الصلصه، بحطها مع اي نوع صلصه بعملها، يعني اي صلصه بتدي كده حمار حلو قوي للصلصه، وبيبقى شكلها يعني حلو. فجيب لي برضو تقريبا ب20 او ب30، يعني هو معظم التوابل كده 20 او 30، 20 او 30، هم كلهم تحسهم حجم واحد، بس بتختلف طبعا في الاسعار. يعني ممكن مثلا لو حاجة سعرها رخيص وحاجة تانية سعرها غالي، فعارفة بيبقى فيه نسبة وتناسب كده، مش عارفة اوصفلكوا قوي بس اكيد فاهميني يعني. جاب لنا كمان ينسون، وطبعا علشان الكحة بتاعت طول الشتاء اللي احنا فيها دي، على طول لوسيندا كحتها دي متواصلة معاها طول الشتاء، فالينسون ده ما نقدرش نستغنى عنه، ده حاجة أساسية عندنا في البيت، زيه زي الشاي مثلا اللي في كل البيوت المصرية. لو وصلتي لحد هنا بقى ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تنسيش كمان تقولي لي رايكم في القناه، هستنى كل واحده فيكم تقولي رايها في القناه، وما تنسوش اللايك للفيديو. وبس كده. دي بس الطلبات اللي انا بطلبها منكم، مشتركه في القناه لو لسه مش مشتركه، علشان في ناس بتحسب اللي هي مشتركه عندي، علشان انا كان عندي قناه قديمه. بفكركم تاني ان دي قناه جديده، اشتركوا فيها وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد انا بنزله. جبنا كمان ايه، جبنا كمان كاكاو، وكمان كان عندي فانيليا، دي مشتريتهاش جديده ولا حاجه. بصوا كام ظرف، ما شاء الله فوق الست اظرف تقريبا، 6 او 7. بسبب ايه بقى؟ بسبب ان انا كل ما بنزل اجيب حاجه من السوبر ماركت او من عند العطار، الفلوس اللي بتتبقى معايا بجيب بيها فانيليا، اجيب بيها كيس بيكنج باودر كده، اي حاجه بشغلها في اي حاجه ان شاء الله، حتى مرقه ماجي، حتى لو انا عندي علبه بقول له حط لي بالباقي ماجي، اللي هو استفاد بالفكه وفي نفس الوقت يكون عندي ايه، خزين في البيت بزياده، فاهمين قصدي؟ فدي بقى الفانيليا اللي كانت عندي. جبنا كمان كاكاو، طبعا بما ان الفرن اشتغل فالعيال الفتره الجايه هيطلبوا مني كيكه كتير، فقلت بقى ايه، اجيب لهم كاكاو علشان اعمله لهم، يعني اعمل لهم كيكه اللي هي بصوص الشوكولاته اللي احنا متعودين عليها على طول. بس دي بقى الحاجات اللي انا جبتها. اقول لكم كده الاسعار سريعا. السمنه ب100، الزيت الكيلو ب70، جبنا 2 كيلو، وبرده السمنه 2 كيلو، والرز البسمتي ب50، وفي منه ب70، يعني على حسب تقريبا الرزايه، بس انا متعوده على دي فبجيبها على طول. المكرونه ب22 الكيلو، طبعا لو هتجيبيها اكياس فالكيلو بيبقى ب25، وكمان ما بيبقاش كيلو كامل. الصلصة كمان ب25، البطرمان، البسبوسة زي كنت قايله لكم قبل كده تقريبا ب45 تقريبا، مش متذكرة قوي. كيس الدقيق ب22، علبة الماجي اللي مستخبية ورا دي ب45، والله في حد هنا بيبيعها ب44، بس يعني كنا بنجيب الحاجات دي من مكان فقلنا ايه نجيبها بالمرة. الرز البلدي تقريبا ب27، والحباية برضو بتاعته ما شاء الله نظيفة يعني وحلوة. الشعرية كمان نفس سعر المكرونة ب22، والمكرونة الاسباجيتي بس هي اللي ب24. العدس كنت جايباه ب50 جنيه، ده او ده الاصفر، اول عدس بجبة، كيس اللسان عصفور، واللسان عصفور بالذات بحب اجيبه كيس عشان السايب ده بينفش كده بطريقة مش طبيعية، فده بالذات بحب اجيبه كيس. هنا بقى التوابل زي ما قلت لكم، في ب20 وفي ب30، والفلفل الاسود تومن ب50. جبنا كمان ربع فشار ب10، واللوبيا الكيلو ب80، والفاصوليا الكيلو ب60، والبابريكا والشطة هم زي ما انتوا شايفينهم برضو تقريبا ب20، والكاكاو كمان تقريبا برضو ب30. وبس كده، دي بقى المشتريات بتاعتي، واتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم. وفي حاجات تانية على فكرة، لسه في حاجات بس الرخامة هنا مش مكفية، فهشيل الحاجات دي وهقول لكم بقى جبت ايه تاني. بس حبيت كده اقول لكم كل المشتريات بتاعتي على بعضها علشان بقى ايه المها. وتعالوا بينا بقى ايه نشوف جبنا ايه. طبعا الحاجتين اللي عكس بعض وكانوا ناقصيني الملح والسكر، فدول طبعا ما نسيتهمش. جبنا باكيتة ملح وجبنا نص باكيتة سكر، او تقريبا 4 اكياس مش فاكره قوي، 4 اكياس سكر وباكيتة ملح. اول حاجه كده افتحها معاكم الملح، وده برضو كنت جايباه في مره لوحده خالص، والسكر ده برضو جاي في مره تانية خالص. فبص الحاجات انا قلت لكم جبتها على كذا مره، يعني عشان برضو ما نضغطش نفسنا وما نجيبش كل حاجه مع بعض. طبعا لسه قدامنا فرصه، انت لو بتجيبي حاجاتك بالاسبوع فلسه قدامك اسبوعين، كل اسبوع انزلي هاتي جزء. لو انت متمشي بيتك باليوم فكل يوم لما تنزلي هتجيبي حاجه، فبرضو ايه ان شاء الله يعني هتملي بيتك خزين. فجبنا بقى اكياس الملح اللي هي الملكه دي، الكيس منها ب5 جنيه، والباكيت ايه جبتها على بعضها، يعني تقريبا بتبقى فيها توفير تقريبا كيس بحاله. جبنا كمان نص باكيت السكر،
ودي بقى كيلو، اسمها الفنان. مش عارفه بصراحه، اول مره اشوف اسم السكر ده، بس اكيد يعني السكر طبيعي، يعني اكيد حلو. وده الكيس كان عامل 25. يبقى كيس السكر ب25 وكيس الملح ب5 جنيه. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، واتمنى الفيديو يعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.